يا مساء الخيرات، كيكتنا اليوم بديزاين بسيط وسهل بنفس الوقت. يحتاج شوية شغل وتطلع الكيكة بهالجمال والأطفال يحبوها. بالبداية أنا خبزت القالب قياس 20 مربع. بعدها سويت مثل باترون مثل ما تشوفون قدامكم. راح أشتغل عليه الفريم أو الخطوط الأساسية لسيارة السباق. تمام. بالبداية قطعت بالشكل اللي تشوفوه، بعدين راح أبدي أشيل كل الزوايا، يعني أنحت الكيكة المربعة بشكل سيارة السباق. قدر المستطاع أبدي أشيل الزوايا اللي عندي حتى أسوي الشكل المناسب. وأفر الكيكة باستمرار، ومن أقطع يعني شغلات بسيطة بسيطة صغيرة صغيرة حتى ما أخذ من الكيك هواية وما أغلط. تمام. شوية شوية وأباوع وأكمل، شوية شوية أشيل الزايد وأباوع وأكمل. اللي قطعته هو اللي راح أضيفه حتى أكمل شكل الكيكة من الأمام. تمام. هنا أنا بدلت القاعدة، حتى القاعدة هذه كبيرة تكفيني حتى أحط باقي التفاصيل. تمام. الأجزاء اللي قطعتها قلت لكم من المربع نفسهم راح أجي أضيفهم حتى أسوي بيهم التكملة مال سيارة السباق. شكو شي يعني من الكيك راح أشيله، بالأخير راح أضيفه وأستفاد من عنده. يعني الكيكة قياس 20 ما زاد عندي من عندها يعني فتشي، كلها يعني كلها استعملتها بهذه الكيكة. تمام. والباترون مثل ما تشوفون يعني ما بيه فد تفاصيل، كلش بسيط، ممكن تسووه من ورقة زبدة أو كرتونة. أنا سويته على كرتونة وبلشت أشتغل على أساسه. كل ما نحتنا الكيكة صح ورتبناها بالبداية كل ما كانت النتيجة أحلى. يعني لا تتوقعون إنه بالنحت ممكن أنه يعني نتغاضى عن بعض الأمور وبالنتيجة راح تطلع الكيكة حلوة أو راح نعدلها بعدين إحنا ونغلف بعجين السكر أو راح يتعدل بالجناش. لا بالعكس، لازم الأساس يكون مضبوط حتى النتيجة تكون حلوة. بعد هنا راح أبدي أشيل جزء من الكيك، أرجع لي ورا بهالشكل هذا. هذا الجزء راح أخليه مكان السائق، يعني أو مكان اللي يقعد بيه سائق السيارة. تمام. مثل ما تشوفون الكريمة اللي كانت موجودة رجعت خليتها مرة ثانية حتى ألزق الكيك بالكيك. تمام. وأرجع أنحت وأعدل. يعني هذا الفتافيت اللي هسه طلعت مثل ما تشوفون آخر شي راح كلها أجمعها وأخليها أكمل بيها البوز مالت السيارة. زين، أو المنطقة الأمامية للسيارة، يعني على مود يعطيني شكل الباترون تمام اللي أني مسويته. بعدها هنا راح أحفر هذا الجزء اللي سويته حتى أخلي مثل ما قلت لكم المكان اللي راح يقعد بيه السائق اللي راح يسوق السيارة. تمام. بهالشكل هذا بشكل بسيط، وأرجع أنحت أشوف الأجزاء وين ألقى مكان أحسه مرتفع يحتاج تعديل بزوايا كلها أحاول أشيلها وأرتبها. هذا يعتمد على نظركم وقوة ملاحظتكم. آخر شي مثل ما تشوفون جمعت الكيك اللي بقى كليته الفتات وضفته لأمام الكيكة. وبديت أستعمل الجناش وباستخدام هذه الأداة. بديت أجنش الكيكة. بما أنه الكيكة منحوتة ما أقدر أستعمل الأدوات الطبيعية للجناش، فأحتاج دائما إلى أداة بلاستيكية خفيفة، أو إذا ما عندكم هاي الأداة تشتغلون بإيدكم، يعني تقنشون الكيكة بإيدكم. أنا بالبداية أشتغل بيها وبعدها أنعم الشغل بإيدي، يعني أنا هيك أشتغل. بس أنتوا إذا ما عندكم هاي الأداة مباشرة قنشوا الكيكة بإيدكم. القناش من تشتغلون بيه كون تستعملوه وهو بعد سائل، يعني قبل أن يجمد. تمام. خاصة بالطبقة الأولى من القناش، ونشتغل أكثر من طبقة حتى القناش يكون به سمك
ومن أجي أغلف الكيكة بعجين السكر ما يتكسر جوا العجين، فنسوي طبقة ونحطها بالبراد، نرجع نسوي طبقة ونحطها بالبراد، وهكذا إلى أن أكمل جناش الكيكة بالكامل. طبعا الكيكة من أني حشيتها جمدتها ليلة كاملة، وبعدها بلشت بالنحت مالتها حتى يطلع عندي الشغل مضبوط. هنا مثل ما تشوفون آخر خطوة بالجناش إنه أحاول بإيدي أنعم الطبقة مالت الجناش الأخيرة، ودائما مثل ما قلت لكم أخلي الجناش اللي أستعمله سائل، حتى يعني ما يصير بي أي شخطات أو ضربات، أو يكون شكله مو حلو، حتى لما أغلف بعجين السكر ما تظهر هذه العيوب بعجين السكر، لأن عجين السكر يظهر العيوب ما يخفيها. هنا أنا بعد ما كملت الجناش راح أفتح عجينة سوداء وعجينة بيضة حتى أشتغل القاعدة، وباستخدام هذه القطاعة. إذا ما عندكم هاي القطاعة حتى لو قطاعة مفردة ممكن تشتغلون بيها. راح أبدي أقطع مربعات نفس الحجم، لون أبيض ولون أسود، وأبدي أركبهم على قاعدة الكيك. ممكن أن نلزق هذه المربعات باستخدام المروار الشفاف، وممكن مي، وممكن بدون كل شيء إذا العجينة عندنا طرية. أنا كانت عندي العجينة طرية فما استخدمت شيء للصق. بعد ما صفطتهم بالشكل اللي تشوفوا، حاولت إنه أدوس عليهم بالشيبق مرة مرتين حتى يثبتون بالقاعدة. وهنا أنا غلفت الكيكة بعجين سكر لون أحمر، فتحت عجينة حمراء وغلفت بيها القالب، وبديت أقص الزيادة من الأسفل مثل ما تشوفون. طبعا أثناء التغليف يعني أنا كنت أصور بس يعني طلع التصوير رايح بغير مكان، فمجرد إنه بأصابع إيدنا نبدي نعدل العجين حتى يدخل بالفراغات اللي موجودة. وبعدين شلت الكيكة وخليتها على القاعدة اللي أنا مسويتها، وبديت أكمل تفاصيل السيارة. طبعا حتى تشجعوني أنزل فيديوهات أكثر وأستمر وياكم بالقناة، يا ريت ما تنسونا باللايك والشير وتفعيل الجرس ودعوة الأصدقاء للإعجاب بالقناة. وأهلا وسهلا بكم وبأسئلتكم، وأعتذر منكم كلش هواية لأن مدى ألحق أجاوب على الأسئلة اللي تنسأل على بالتعليقات مالت الفيديوهات، لكن إن شاء الله قريبا راح أرجع أجاوب عليهم. أكيد متعودين إحنا اللصق يكون بالمروار الشفاف، اللي هو نفس البايبنج جل، أو الجلي الشفاف، أو الجلي على البارد. تمام. راح أبدي هنا هذه القطع أخلي بيهم عود أسنان من الأسفل، وأخلي بيهم شوية مروار شفاف حتى أثبتهم. بعدها راح أبدي أشتغل المكان اللي يقعد بيه السايق، وأشتغل السايق مال السباق أو المتسابق. هنا أنا جبت من نفس العجين الأحمر حبل وثبته باستخدام المروار الشفاف بهالشكل. بعدها راح أجيب عجينة سوداء أفرشها وأحاول إنه أثبتها بهذا المكان، يعني تعتبر مثل المقعد مال السايق. وبعدين أبدي أجي أقص الزيادات باستخدام الكتر حتى تكون العجينة على قد المقعد. تمام. بعدها راح أبلش أشتغل السايق مال السباق. راح أجيب عجينة بيضة أكورها وأخلي بيها مثل نظارة، يعني هو عجينة سودة مستطيلة صغيرة كأنما نظارة، وبعدين أضيف إيديه أربطهم هيك بالأمام حتى ينطيني شكل سايق السيارة. بعدها هنا أني طابعة على ورقة كتابات وعلامات مال السيارة، راح أبدي أقصهم وألزقهم باستخدام المروار الشفاف بالأماكن اللي أشوفها تكون مناسبة، حتى تنطي شكل يعني الشكل الخاص بسيارة السباق. طبعا هنا كان ابني وياي خطوة بخطوة ودا يدليني وين أخلي وشنو أخلي من علامات. تعرفون الأطفال تحب هذه الأمور وتستهويهم، فيعني حسب ما هو قال لي أنا اشتغلت.
آخر شي بلشنا باستخدام العجين السكر اللون الأسود نسوي إطارات السيارة أو التايرات، قطعتهم بقطاعة دائرية. بعدين باستخدام قطاعة دائرية أصغر سويت بيهم يعني مثل تحديد حتى يتحدد عندي إطار السيارة أو التاير. وبعدين هم باستخدام المروار الشفاف بلشت ألزقهم بالأماكن المخصصة إلهم. وآخر شي ثبتت عليهم أيضا بعض الرسومات والعلامات. وهذا كان شكل الكيكة النهائي. إذا بعدكم مستمرين ويانا بمشاهدة الفيديو لا تنسون اللايك حبايب والاشتراك بالقناة، وأهلا وسهلا بكم، نورتوا القناة.